بقى جمهور الزمالك امبارح لما كسب يقول لك هاتوا لنا الاهلي. انا مش هقول لك، انا الماتش الوحيد اللي انا واثق اللي انت ممكن تعوض فيه سنينك كلها هو ماتش الزمالك، بس انا بقول انت بالمنظر ده كنت كسبت النهارده كنت هتبقى 8 نقط وهيبقى في فرق ماتش ما بينك وبين الزمالك، ولو كسبته هيبقى فرق نقطتين. النهارده بالمنظر ده انت حتى لو كسبت الماتش الجاي اللي هو السادس عشان تتساوي مع المتصدر في عدد الماتشات، حتى لو كسبته هتوصل لتسع نقط ويبقى فرق ما بينك وبين الزمالك 4 نقط. يعني انا كنت عامل حته لو انت كسبت ماتش زي النهارده وكسبت ماتش الزمالك في السكه هتديله بالمنفضه من على الصداره، لكن انت حتى لو كسبت الماتش الجاي وبقيت 9 نقط وكسبت ماتش الزمالك في السكه هيبقى هو فارق عنك بنقطه، الا لو هو عايز يعمل معاك واجب ويتكعبل في ماتش قبل ماتش القمه ما بيننا وما بين بعض يوم 29. بس انا مش هستنى التجميعات الغريبه دي، عايز اشوف النادي الاهلي راح فين يا جماعه. لما حد يعرف النادي الاهلي راح فين يبقى يعرفني بالله عليكم، عشان خاطر الواحد جاب اخره.